وطبعا ما تكتمل الوليمة الهندية وخاصة مع المسلة أو البتر تشيكن إلا بخبز النان. خبز النان عبارة عن خميرة ومع موية سكر حطيتهم مع بعض ودقيق وزيت وبيض وملح وزبادي. حطيت البيض والزبادي والزيت والملح والآن نخلطهم سوا قبل ما تحط الدقيق. وهذه هي العجينة، شوفوا كيف ملمسها ناعمة ولينة، ما هي قاسية. انتبهوا لا تخلونها قاسية، لأنها إذا صارت قاسية ما تصير طبقات مثل في النان بريد. الحين نحطها في هذه القزازة ونغطي عليها لمدة 45 دقيقة، بعدين نبتدي نسوي النان بريد أو خبز النان. نقطع العجينة هذه، مقدار العجينة هذه نقطعها إلى 6 كور، كل كورة خبزة واحدة. حطيت شوية دقيق ونفرد العجينة على دائرة قطرها تقريبا 10 إنش، هذه 10 إنش تقريبا. سخنت صاج ويصير مرة حار، وبنحط الخبزة عليه لحد ما تنتفخ من الأسفل أو تتحمر من الأسفل، وبعدين نقلبها. هذا زبدة وزيت زيتون وثوم. الصوص اللي بنسويه نحطه بين النان بريد، عشان هو النان بريد هذا أصوله، ولما يعني يسيح بنحط عليه البقدونس هذا. نحط طبعا الزبدة وزيت الزيتون والثوم اللي سيحناه على النار، وبنحط فوقه بقدونس زي ما يجيكم في المطاعم الهندية. طبعا البقدونس مقطع كبار، الوجه بيكون مقطع صغار، ونحط فوق الخبزة الثانية، وبهالطريقة نسوي الخبز كله. ونحط عليه البقدونس ونغطيه بفوطة علشان ما يعني يعرق ويصير فيه موية. لازم يتغطى فوطة، ما يتغطى أو بورق مثل هذا الورق اللي تحته. ونتذوق من البتر تشيكن. نشوف، ناخذ قطعة خبز من خبز النان، نغمس فيه، ناخذ قطعة دجاج ونتذوقه بخبز النان. شوفوا كيف خبز النان طبقات سايل. بسم الله. لذيذ.